وري الليلة تفوق ريا كل بشام، لأنها في أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام ما طاف أعطر منها حتى بطيف الخيال. فإن تك صاحبي وأخي فهيا إلى ريا بشام من خلالي. ريا تقول: لن ترتقي أمة حتى يكون لها يوما على سيء الأخلاق عصيان، إنما الأمم الأخلاق، وأصون الحلل على الإطلاق صالح الأخلاق. رخيص كل مبذول عليها فلا تغلو نفوس في نفيسي، ولكن من ارتدى حلة لم يرع قيمتها تبلى ولو نسجتها كف إدريس. داء المسلمين من أنفسهم، ومبدأه من فساد أخلاقهم ونبذهم لهدى قرآنهم، وعندما نبذوه لم يبق فيهم مهابة، صاروا الذنابا وكانوا في العالمين الذؤابة. فليس لأمة ترجو نهوضا إذا فسدت خلائقها قيام، تقوم حضارة وتزول أخرى وليس لفاسد منها دوام. ريا تقول: لا يبلغ الآمال إلا الحازم، إذا المرء لم يستخدم الحزم قصرت مساعيه عن إدراك ما هو طالبه، فإنا نرى البازي يعدوه صيده إذا لم تمكن من حشاه مخالبه. إذا الشبل لم يحم حمى الليث أوشكت لدى الغاب أن تسطو عليه ثعالبه. ريا تقول: إن الحياء زينة الحر، وإن منه رأيت الحر يخلو فهو قن، وما خلا منه سوى الفساق أو من له عرق في الاسترقاق. ريا تقول: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، سيظل أخسر خلق رب الخائنون، وينال كل الفوز من هم مخلصون. أوما أضاع العلقمي خلافة وحضارة ما مثلها رأت العيون، فأضاع أخسر ما يكون حياته وحياة من هم في هواه مضللون. الله أخزاه وأخزى حلفه، وبخزيه ذاك امتندر عاقلون.